السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. النهاردة بقى الوصفة بتاعتي دي وصفة سهلة جدا وصحية. ولا هي لحمة ولا فراخ، بس حاجة يعني انا كده بعتبرها هدية مني لكل حبايبي. وصفة سهلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. هعمل معاكم النهاردة ان شاء الله الفول النابت بتاعنا بقى اللي احنا كنا متعودين من زمان نعمله. رجعنا بقى تاني من وقت للتاني كده بنعمله، وبيبقى حلو في الصيف وفي الشتاء الحقيقة. حاجة خفيفة بقى، ولا دهون ولا أي حاجة. معايا هنا ده نص كيلو بالتقريب كده، نص كيلو من الفول البلدي، اللي هو الفولة البيضة بتاع التدميس، الفولة اللي هي المبططة الصغيرة، أو الفول الأحمر الصغير ده لا بلاش منه. أنا كنت مدمسة معاكم برضو منه قبل كده، إن شاء الله أنزل لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. الفول ده أنا منبتاه في البيت. انا بلاه كام يوم ورا بعض كده. طبعا انا الفول زي ما قلت لحضراتكم بلاه كده كل يوم، بغير له الميه واحطه في التلاجة عشان الجو طبعا صيف، لغايه ما نبت معايا بالشكل ده كده. يعني بتاع 3 ايام 4 ايام. لو عايزه تشتريه برضو، لو انت يعني عايزه تعمليه بسرعه، ده بينفع في الاوقات الواحد بيبقى عنده مغص. بيبقى حلو قوي، الشوربه بتاعته بتبقى جميله وصحيه. لو عايزه تعمليه بسرعه بيبقى موجود في ناس بتبيعه كده، بيبقى منبت كده جاهز في السوق. جبت حله بقى فيها ميه، يا دوب الميه دفيت معايا كده، ونزلت فيها الفول بتاعي. طبعا احنا قلنا لو الفول طبعا هتنبتيه في الشتاء عادي، ممكن تسيبيه في المطبخ. بس انا عشان الجو صيف بدخله التلاجة وارجع اغيرله المية عشان ما يعملش ريحة مش كويسة. هنا نزلت بقى كده بطماطمايه، وكمان بصلايه كبيرة مقطعاها بالشكل اللي حضراتكم شفتوه كده. وكمان التوابل بتاعتي ملح وفلفل اسمر وشوية كزبرة وكمون ونص معلقة سكر، وكمان ورقتين من اللوري. وكمان ضفت معلقة كبيرة من التوم المهروس. التوم يا جماعة بيدي للشوربة بتاع الفول طعم وريحة حلوة قوي. استنيت بقى كده 10 دقايق او ربع ساعة كده، يعني غلى كام غلوة. طبعا الطماطم دي هي يعني بتديله برضو لون حلو، وبتديله طعم جميل قوي. واحنا عارفين ان الفول هيستوي على طول، لان انا طبعا منبتاه من قبليها ومعايا يعتبر يعني زايد معايا، فمش هياخد وقت في السوا ان شاء الله. سيبته بقى كده، لقيته لسه مستواش. قفلت الحلة وسيبته كمان ربع ساعة. يعني هو كده خد معايا حوالي نص ساعة بالظبط. رجعت بقى كده اشوف الفولة معايا مستوية. بصوا يا جماعة، الفولة اهي زي الزبدة، وكان جميل جدا والله. بصوا بقى الشوربة بتاعته فاتحة، وكمان خفيفة وصحية، ولا فيه دهون ولا اي حاجة. يعني لما تجربوا الوصفة ان شاء الله هتعجبكم قوي. كمان بالذات يعني الوصفة ديت بتنفع لنزلات الصيف والواحد لما يكون يعني المغص والحاجات دي. عايزة تعصري عليه ليمون ممكن، عايزة تاكليه تشربي الشوربة كده او تغمزيه بعيش ممكن. اتمنى تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى لايك حلو واشتراك في القناة، والقاكم بخير ان شاء الله.